العالم كله من النهاردة شهد وبصم بالعشرة إن الرئيس السيسي والقيادة المصرية ومصر عامة وقفت وقوف الأسد أمام القضية الفلسطينية، ووقفت صامدة لنصرة القضية الفلسطينية، وما سابتش الفلسطينيين غير لما وقفوا على حيلهم. القضية الفلسطينية مصر وقفت جنبها إلى الآن. القيادة المصرية بنشكرها وبنشكر الرئيس السيسي على وقوفه جنب القضية المصرية، والعالم كله عرف إن مصر ما تأخرتش خطوة لورا، بالعكس ده اتقدمت خطوة وخطوة وخطوة لغاية ما وقفت الحرب. العالم كله عرف إن مصر بقيادة الرئيس السيسي واقفة صامدة مع اخواتنا الفلسطينيين. مش عاوزين نزايد، الايام بتثبت ان القيادة المصرية صامدة وواقفة جنب اخواتنا الفلسطينيين. مش هكتر في الكلام، التفاصيل الكاملة العالم كله عارف بيها ان مصر والقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واقفة وقوف الاسد في عرينه، وقوف الأسد في الغابة تجاه القضية الفلسطينية. وأهل غزة دول أخواتنا وهيفضلوا أخواتنا إلى قيام الساعة. بالأمس أهل غزة رفعوا العلم المصري وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشهد يهز القلب قبل العين. عارفين كويس الراجل ده عمل ايه عشانهم وصمد ازاي قدام ضغوط عالمية عشان ما يخرجوش من ارضهم ويبقوا لاجئين زي اللي اتشردوا سنة 1948 ولسه لحد دلوقتي ما رجعوش بلدهم. غزة شايفة بعينها اللي حصل والمساعدات اللي دخلت من مصر، شايفين الشاحنات والدواء والغذاء والدم اللي اتبرع بيه المصريين قبل ما يشوفوا الكلام اللي بيتقال على الشاشات. أهل غزة أصدق من 1000 قناة وأوضح من 1,000,000 موقع مأجور، لأن اللي عاش الوجع هو بس اللي يعرف مين اللي وقف معاه ومين اللي بيتآجر بالقضية الفلسطينية. وغزة عارفة إن مصر مش بتعمل شو إعلامي، مصر بتعمل واجبها وبتحافظ على أرض غزة وأرض الفلسطينيين. الرسالة اللي أنا عاوز أوجهها للعالم كله ان الرئيس السيسي والقيادة المصرية ومصر عموما وقفت جنب الفلسطينيين وجنب اخواتنا الفلسطينيين قلبا وقالبا، وما تخلتش عنهم لاخر لحظة للآن. والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل مصر وبفضل القيادة المصرية وبفضل الرئيس السيسي الحمد لله وقفنا الحرب، وإن شاء الله يعم السلام على المنطقة جميعا. مش هطول عليك، الأيام بتثبت إن مصر قادرة على تغيير الواقع للأفضل. مصر قادرة على تغيير الواقع للأفضل. تحيا مصر وعاشت مصر حرة مستقرة، ونصر الله أهل غزة إلى يوم الدين. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.